مرحبا بكم في زاوية التحليل. هنا نقرأ الخبر ونحلل ما وراءه. أهلاً بكم في هذا العرض التفصيلي الذي يسلط الضوء على واحد من أهم التحولات الاستراتيجية في المنطقة. يستعرض هذا التقرير المساعي المنهجية الجارية في الاقتصاد المغربي للاستحواذ على أصول وشركات كبرى كانت تاريخياً تحت المظلة الفرنسية. نحن أمام توجه جاد وحقيقي نحو استقلالية اقتصادية أعمق وإعادة هيكلة شاملة للسوق الداخلية بخطوات تمهد الطريق بوضوح نحو توسع إقليمي أكبر في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط. لنتوقف بداية عند هذا الرقم 67%. هذا الرقم يجسد نقطة تحول محورية في مسار الاستقلالية المالية. فبحلول الربع الرابع من عام 2026 من المقرر أن تستحوذ مجموعة هولماركوم المغربية على هذه الحصة المتبقية في البنك الفرنسي PMCE من مجموعة BNP Paribas. هذه الاتفاقية ليست مجرد صفقة عابرة، بل هي مؤشر بالغ الدلالة على توجه استراتيجي لاستعادة السيطرة المباشرة على المؤسسات المالية الحيوية داخل البلاد. لفهم الصورة بالكامل، سنمر في هذا الشرح عبر 5 محطات رئيسية. أولاً، السياق التاريخي. ثانياً، التحول المصرفي. ثالثاً، قطاع البنية التحتية والمرافق. رابعاً، استراتيجية جنوب. وخامساً وأخيراً، التحولات الثقافية المرافقة. المحطة الأولى إذن هي السياق التاريخي لفهم جذور المشهد من عام 1956 وحتى يومنا هذا. في عام 1956 تحقق الاستقلال السياسي للمغرب، وهذا أمر معروف، لكن الواقع الاقتصادي اتخذ مساراً مختلفاً تماماً. فقد استمرت الشركات الفرنسية لعقوداً في إدارة شرايين الاقتصاد الحيوية من بنوك وبنية تحتية ومرافق عامة. هذا الوضع الهيكلي خلق تدفقاً مستمراً لرؤوس الأموال نحو الخارج، وتحديداً نحو المؤسسات الأم في فرنسا، مما كرس حالة من التبعية الاقتصادية، وهي بالضبط الحالة التي نرى تحركاً منهجياً اليوم لتفكيكها. وهذا ينقلنا مباشرة إلى المحطة الثانية، التحول الذي يشهده القطاع المصرفي وموجة الاستحواذات المحلية. لو تتبعنا وتيرة الأحداث خلال السنوات القليلة الماضية، سنلاحظ تسلسلاً زمنياً مكثفاً لاستحواذات مغربية على حصص مصرفية فرنسية ضخمة. بدأ الأمر باستحواذ مجموعة هولماركوم على مصرف المغرب من مجموعة كريدي أغريكول، ثم شهدنا خطوة ضخمة في عام 2024 باستحواذ مجموعة سهام على فروع سوسيتي جنرال، ويستمر هذا الزخم وصولاً إلى صفقة BMCE المرتقبة في أواخر 2026. هنا قد يطرح تساؤل هام: ما هو المنطق الاقتصادي الكلي وراء هذه الصفقات المليارية؟ الفكرة تكمن ببساطة في تحقيق الدورة الاقتصادية المغلقة. عندما تنتقل الملكية إلى كيانات وطنية، فإن الأرباح الضخمة التي كانت تحول سنوياً إلى أوروبا ستبقى الآن داخل البلاد. هذه السيولة يعاد ضخها في استثمارات محلية، مما يمول مشاريع تنموية ويخلق فرص عمل ويوسع القاعدة الضريبية بدلاً من استمرار نزيف رأس المال. ولتوضيح هذه الآلية بمثال ملموس، لنتأمل برج محمد السادس في العاصمة الرباط. هذا المعلم المعماري الضخم تم تمويله بالكامل من خلال بنك محلي، وهو بنك أفريقيا. النتيجة المباشرة لذلك هي أن العوائد المادية، بما فيها العملات الصعبة التي سيضرها المشروع، ستعود بالكامل إلى شرايين القطاع المصرفي المغربي، لتدور العجلة من جديد وتمول مشاريع قادمة. نصل الآن إلى المحور الثالث، فالأمر لا يقتصر على القطاع المالي، بل يمتد لاستعادة السيطرة على البنية التحتية وتحويل إدارة الخدمات الأساسية. ديناميكية التغيير واضحة جداً في قطاعات البناء والمرافق. اليوم نرى شركات مغربية رائدة مثل TGCC و SGTM تتولى تنفيذ المشاريع الكبرى تحضيراً لكأس العالم 2030، كما نشهد إدارة محلية متزايدة لمشاريع السكك الحديدية والمحطات. وبالتوازي تنتهي تباعاً عقود شركات فرنسية عريقة كانت تدير المرافق كشركة لادك، لتنتقل دفة الإدارة بالكامل إلى مشغلين محليين. المحطة الرابعة تسلط الضوء على البعد الخارجي لهذا التحول، الاستراتيجية الإقليمية جنوب والتوسع نحو إفريقيا ودول الخليج.
هذا المسار التوسعي خضع لتطور تاريخي مدروس. من الهيمنة الأجنبية عام 56 مررنا بنقطة تحول استراتيجية عام 2008 حين أطلق الملك محمد السادس التوجه الإفريقي لتأسيس شراكات قارية قوية، واليوم في عام 2024 نرى ثمار ذلك في قدرة الشركات المغربية المستقلة على التوسع بثقة في دول كساحل العاج، بل وتوسيع دائرة نفوذها الاستراتيجي لتصل إلى أسواق الخليج العربي كالمملكة العربية السعودية. إذا قارنا بين النماذج الاقتصادية في القارة، سنجد أن النموذج التاريخي الفرنسي ارتكز بشكل أساسي على استخراج الموارد الطبيعية. في المقابل، يقدم المغرب عبر استراتيجية جنوب-جنوب نموذجاً بديلاً يعتمد على مقاربة رابح-رابح والتكامل الاقتصادي المتبادل. هذا النموذج يفتح الأبواب للشركات المغربية للمساهمة في بناء البنية التحتية وتأسيس مؤسسات المالية في دول أفريقية تبحث عن استقلالية أكبر بعيداً عن النماذج التقليدية. أخيراً، المحطة الخامسة، حيث نناقش جانباً لا يقل أهمية: التحولات اللغوية والثقافية والتوافق مع متطلبات سوق العمل العالمي. المؤشرات الديموغرافية تكشف عن تغير عميق يواكب هذا الحراك الاقتصادي. هناك تراجع مستمر في الاعتماد على اللغة الفرنسية بين الأجيال الشابة، يقابله صعود قوي ومدروس في إتقان اللغة الإنجليزية. الإنجليزية لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت الأداة الاستراتيجية لاختراق أسواق العمل العالمية عبر الإنترنت. هذا التحول يسمح للكفاءات الشابة بتقديم خدماتها عن بعد وجلب العملات الصعبة كالدولار واليورو مباشرة للاقتصاد الوطني، متجاوزين بذلك الوسطاء التقليديين في الأسواق الفرنكوفونية. ختاماً، نحن أمام مشهد منهجي متكامل: استعادة للأصول المصرفية، إعادة هيكلة للبنية التحتية، شراكات إفريقية متوازنة، وتحول لغوي يتماشى مع الاقتصاد العالمي. كل هذه العوامل تتضافر لإعادة رسم ملامح النموذج الاقتصادي لشمال إفريقيا. ليبقى التساؤل الاستراتيجي الأبرز المطروح أمامنا: كيف سيعيد هذا الاستقلال المالي والتوجه الثقافي الجديد تحديد موازين القوة وإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للمنطقة على المدى البعيد؟ سؤال نتركه مفتوحاً لمزيد من القراءة والتحليل. شكراً لمتابعتكم هذا العرض التفصيلي. إذا أعجبك هذا النوع من التحليل، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإعجاب، وشاركنا رأيك في التعليقات. رأيك يهمنا ويدعم القناة.